واخر فقره من فقرات سيدتي لهذا اليوم. الحقيقه معانا موضوع هام جدا عن البكتيريا الصديقه، وده مصطلح غير متعارف عليه على فكره في مصر. احنا عارفين ان البكتيريا بتبقى عدائيه بالنسبه لنا، لكن في بكتيريا صديقه بالفعل لينا بتبقى موجوده معانا في اجسادنا منذ ولادتنا لحد ما بنتوفى. وهيكلمنا عن الموضوع ده دكتور مجدي بدران، استشاري طب الاطفال وعضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. اهلا بك يا فندم. اهلا بك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. نتكلم في البدايه عن تعريف البكتيريا الصديقه، لانك طبعا اكيد كثير من المشاهدين مش عارفين يعني ايه بكتيريا صديقه، نعرفها الاول. زي ما احنا عرفنا البكتيريا ودي من ضمن الكائنات الحيه. عندنا الكائنات الحيه دي في فيروسات، ميكروبات، في فيروسات، في بكتيريا، في فطريات، في طحالب. البكتيريا تنقسم لنوعين بشكل عام. في بكتيريا ضاره الناس عارفاها، في بكتيريا صديقه الناس ما عرفتهاش او لسه ان شاء الله نعرفهم النهارده او نسيناها، في البعض كان عارفها ونسيها. البكتيريا الصديقه هامه جدا لحياه الانسان، واكيد اما انا نزلت على كوكب الارض ما نزلتش لوحدي ومش هعيش لوحدي في الكوكب، فيما يسمى التوازن البيولوجي. يبقى انا هعيش مع حيوانات وعيش مع كائنات حيه كثيره جدا، زي ما ربنا خلق الابيض، خلق الاسود، خلق الليل، خلق النهار، خلق البكتيريا الضاره، وايضا خلق البكتيريا الصديقه. للاسف احنا مش عارفينها وبنعاديها بشكل غير مقبول. طب عايزين نتكلم برضو عن اماكن تواجدها في الانسان، يعني بتبقى موجوده فين؟ طبعا البكتيريا الصديقه مفروض عند الانسان الطبيعي اللي بياكل اكل طبيعي، اللي مولود ولاده طبيعيه، بتبقى موجوده في القناه الهضميه نمره واحد. بس برضو في بكتيريا صديقه موجوده عند الفتحات، تحرس الفتحات، يعني موجوده عند فتحه الانف، عند برضو الفتحات، اي فتحه في الجسم بيكون المفروض يكون فيها. وده يخلينا برضو نقول ان احنا زمان كنا بنلجا للولاده الطبيعيه ونقول الولاده الطبيعيه ترفع المناعه، الولاده الطريقه القيصريه تقلل المناعه. من ضمن الطرق اللي احنا عرفناها الولاده القيصريه بتقلل المناعه، ان هو اما بينزل عن طريق الولاده الطبيعيه ويمر في المجرى الطبيعي، يقوم هناك في بطاريات مستنياه تديله بكتيريا صديقه تشحنه فعلا زي ما بتقولي كده، يقوم ياخدها دي تنبت فيه وتزرع فيه وتعمل مستعمرات بكتيريا صديقه. اما بتقول عن طريق القيصريه يحرم من هذه الميزه الجميله الطبيعيه، وبالتالي يبقى محروم وياخد وقت كتير لحد ما يعرف يعني ايه بكتيريا صديقه. حاجه ثانيه كمان الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه الطبيعيه برضو تزيد من البكتيريا الصديقه. لمس نفسه بتاع جلد الام، صدر الام العاري، والطفل لما يتولد ده برضو يزود البكتيريا الصديقه فيه. طب ده كويس جدا. سبحان الله. طيب نتكلم برضو عن انواعها، اكيد ليها انواع مختلفه. طبعا ليها انواع كثيره جدا بتعيش في حياتنا، في الداخل حياه الداخليه بقى حوالي 800 نوع. وطبعا احنا لو حسبنا الخلايا بتاعتنا حوالي 10 تريليون، لو انا عندي بكتيريا صديقه تبقى 100 تريليون، يعني معنى كده اكن انا اللي بشتغل عندها، ده انا جواها، ده هي مستعمراني، بس مستعمره طبيعيه جميله مفيده من اول راسي لحد اخمص. يعني البكتيريا الصديقه اكثر عددا من البكتيريا العدائيه ولا؟ هي طبعا هي اكثر في الاعداد نمره واحد، البكتيريا الضاره اقل، بس كمان بقول لك في التعداد حسب الخلايا. انا البكتيريا دي خليه وحيده، خليه واحده، لو انا قارنت خلايا انا زي مقارنه بيها هي 10 اضعاف الخلايا الموجوده عندي. الحاجه الثانيه انها هي بتغطيني بتحميني، هي بتحمي جلدي، بتحمي عيني، بتحمي الجلد الداخلي وتحمي الجلد الخارجي، ووجودها مهم جدا. قلت في حياتنا ليه؟ لان انا اصبحت انسان مختلف خالص عن اجدادي. انا دلوقتي بتناول مضاد حيويه، وطلع المضاد الحيوي بيكسر وبيدمر البكتيريا الصديقه، زي ما بيقتل البكتيريا الضاره للاسف بيقتل البكتيريا النافعه الصديقه، وده خطا كبير جدا. نمره اثنين ان البكتيريا الصديقه قلت مع التوتر. ده معناه عفوا يا دكتور يعني لازم المضاد الحيوي يؤخذ عن طريق الدكتور، لانه بيبقى اكيد المضاد الحيوي سلاح ذو حدين، اللي هيستخدمه طبيب ماهر، وانا شخصيا ما بكتبش مضاد حيوي الا لما اعمل تحليل واتاكد انا هدي ولا ما اديش. لا ده مصر عادي بتاخد زي البونبوني لازم وحدد فتره قد ايه وهكرره ولا لا وما نكرروش. المضاد الحيوي سلاح ذو حدين يدمر البكتيريا الصديقه، والبكتيريا الصديقه هامه جدا زي ما هقول دلوقتي. بعد كده كمان قلت ليه؟ لان انا حركتي قلت واكلي اتغير وبقيتش اكل مدعمات ولا باكل البكتيريا الصديقه نفسها. البكتيريا الصديقه موجوده في بعض المأكولات، يبقى اللبن الرايب، الزبادي في بكتيريا صديقه، ده اللي بيخلي ليه التوليفه اللي يخلي اللبن يبقى زبادي بكتيريا صديقه، دي مهمه جدا. وجدوا كمان ان البكتيريا الصديقه بتكتر مع المدعمات. المدعمات موجوده فين؟ في الاغذيه المنبته. ومين دلوقتي في مصر بياكل فول منبت ولا حلبه منبته ولا بصله منبته
ولا التوبه منبته ولا حمصه منبته ولا فوق ولا حمص الشام ولا الترمس، ما حدش بينبت الحاجات دي في مصر، بس في دول ثانيه زي مثلا سيبيريا ولا في اليابان كل المعمرين ما ياكلوش اي حاجه الا اما تستنبت الاول، اما تستزرع الاول. وكنا زمان واحنا صغيرين بناكل حلبه منبته، الناس كلها نسيتها دلوقتي ولا تعرفها، الريحه وما اعرفش ايه والكلام الفارغ ده. لا، الحلبه المنبته هامه جدا، والفول النابت انا باكله في الاسبوع مرتين او 3. حاجه برضو مهمه بعد كده ان احنا اصبحنا بنبلبع يعني ايه؟ كل شويه يقول لك انا عيان لازم اخد دواء، سواء الدكتور قال لي او الصيدلي او جاري او انا بكرر روشته قديمه من اي حد او انا باخد عمال على بطال، لازم ابلبع. اكلم اصحابي البلبعه اكلم اصحابي الكويسين في الحاجات باخد دي. مضاد حيوي، باخد مسكنات، باخد حاجات تانية، منشطات، منومات، مهبطات، كل الحاجات دي كلها خلت الناس كلها تبقى محرومه من البكتيريا الصديقه. وانا عندي من جوه في مساحه خاليه داخل الامعاء كبيره جدا. طبعا هي ممكن مساحه كبيره جدا، المساحه دي المفروض تبقى تستوطن بالبكتيريا الصديقه الحرس الداخلي. اما البكتيريا الصديقه تتدمر يبقى المساحه خاليه، تقوم تيجي البكتيريا الضاره تستوطن. يبقى انا دلوقتي بجرب التربه الداخليه ليه؟ احنا معانا تليفون استاذ شريف من الشرقيه. استاذ شريف اهلا بيك، انا اسفه عطلتك. لا ولا يهمك يا فندم. اتفضل يا استاذ شريف، اتفضل. حضرتك يا فندم، بس انا عندي طفل لسه مولود، بس عايز اعرف ازاي اقلل من الحساسيه وكده. عايز تعرف ايه؟ قال له طفل مولود، فعايز احميه، بس عايز احمي حضرتك من الحساسيه والحاجات ديت، يعني ازاي اقدر احميه من الحاجات دي؟ هو عنده حساسيات؟ لا لسه يا فندم. انتوا عندكم؟ لا هو طفل مولود وانت خايف عليه من الحساسيه، فعايز تمام. عايز حاجه وقائيه يعني. تمام يا فندم. طيب ميرسي يا استاذ شوف بقى حضرتك، الموضوع طويل جدا، بس كلمه حساسيه احنا صحيح 10% من اللي بيشوفونا دلوقتي عندهم حساسيه صدر، 20% حساسيه انف، بس في برضه حوالي 70% ما عندهمش دول، فما تزعجش نفسك وما تقلقش نفسك بنسبه حساسيه. بس بشكل عام والمعلومات سريعه كده، يبقى انت لازم تعيش صح، يبقى انت ما تدخنش، ما تاخدش الحاجات الضاره زي المضادات الحيويه عمال على بطال، ما تاكلش اكل غريب معمول حاجات غربيه سريعه والكلام ده، كل اكل طبيعي متوازن في الكم والنوع، وعيش حياه طبيعيه. فتح الدنيا كلها، فتح الشبابيك، ما تخليش عندك عفش كتير، ما تكركبش الدنيا عندك، ما يبقاش عندك قمامه وحاجات من دي. حافظ على نظافتك انت الشخصيه، نظافه بيتك، الحاجات دي كلها، وكل الاكل الطبيعي. وعود نفسك دايما ان انت تدور في الاكل اللي تاكله وتشوف هو الاكل ده عمره قد ايه. لازم تاكل الاكل اللي لسه عمره صغير، يعني زي ايه؟ بقاله ساعتين جاي من المزرعه، يعني فريش. بقاله ساعه، ما تجيبليش اكل بقى له 6 شهور محطوط في المجمده وجاي من دوله ثانيه بقاله 5 سنين وتقول لي تاريخ انتهاء ما اعرفش ايه. لا، كل ما اكلت اكل يكون طازج وفريش زي ما الاستاذه بتقول ده يفضل جدا. وراجع كلمه المبادره المصريه لرفع المناعه، هتلاقي فيها الحاجات دي كلها على النت. طب ده جميل جدا، المبادرة المصرية لرفع المناعة على الفيسبوك، يا ريت كلكم تشوفوها، أكيد هتستفيدوا منها. طب دكتور، كان جاي لي سؤال، لو طفل مصاب بالحساسية الصدر وبيروح بيروح المدرسة صباحا 6 صباحا زي ما أي باص بيجي ياخده، إزاي أمه تعمل وقاية ليه من البرد؟ ما هو انا مش عشان انا عندي حساسيه مش هروح المدرسه، اكيد عشان عندي حساسيه مش هلعب رياضه، ده انا هلعب رياضه وهروح المدرسه وهتفوق في الرياضه وهتفوق في المدرسه وهنزل الصبح بدري، مش مشكله، بس لازم انا اعمل احتياطاتي. انا دلوقتي لازم اعرف عندي حساسيه ايه، نمره 1. والشطاره بقى كمان اللي احنا عملناها في مصر، اصبحنا بنعرف الناس هم عندهم حساسيات ضد ايه. الام الشاطره، الام المثقفه، واغلب اللي بيشوفونا دلوقتي كده، هي بتقول لك صحيح انا لما جوزي بيدخن ابني بيكح، صحيح انا بحط برفان ابني بيعطس، انا بحط المكياج 13 مكياج الام المصريه بتستخدمهم في 160 ماده بتعمل حساسيه. خلاص ما دام خلفتي واتجوزتي بتحطي مكياج ليه؟ خلاص على جنب كده بس. لا خلاص بقى، ما دلوقتي هي عندها حساسيه، انا بقول مش هتجيني ولا هكشف على ابنها الا لما تبطل مكياج. يعني هو ممكن يعني الابن اللي هو اللي مش هدي دواء واقعد انا اضيع وقت وضيع وقت الناس اللي بتحط 13 ماده، ما ينفعش. دي مهمه جدا. خلاص انا احب ابني اكتر مني، عايز مصلحته مش عايز خلاص بقى. يبقى المكياج بيزود الحساسيات. مهم كمان برضه بعد كده نقول بعد كده ان انا هصحيه بدري، هصحيه بدري ساعه ونص وادي له اكل، لازم يفطر. لازم دكتور معلش، المدرسه ما فيش اطفال بتفطر دلوقتي خالص. القدوه انا هكون معاهم، اما اكون معاهم هيعمل زيي، ما دام انا بصحى بدري هيصحى بدري، بنام بدري، انا بنام الساعه 8 وبصحى الساعه 4، هيناموا معايا ويصحوا معايا وهناكل مع بعض، هيتعودوا، هتبقى دي عاده. اغلب السكوليات بتبدا بان انا بعود، لازم تمرنيه من الاول، وبعد كده اما تاكلي معاه، وبعد كده ما تنزليه، ما تنزليش تركبي الاسانسير، تنزلي على رجلك. ليه؟
انا بنزل على طب الاسانسير. واللي ساكنين في ال 12 زي ينزلوا؟ انزلي 6 و6. طب دي كويس. ليه بقى؟ اما بنزل على الاسانسير واروح على طول طالع على طول على الهواء بره باخد لفحه برد، لكن لما انزل على رجلي صح. بتمرن، بسخن الدوره الدمويه، بسخن الدوره الليمفاويه، تمارين، بستعد، باخد الهواء شويه شويه اتاقلم. لكن انا على طول خرجت من الدافئ على الساقع، دي المشكله. بعد كده برضو لازم ان انا بروح اغلب ملابسنا جاهزه، فبتلاقي الفتحه كبيره قوي عند الرقبه، الفتحه عند الكم، الفتحه ما اعرفش ايه، لازم الحاجات دي كلها اغيرها. وانا لما اغير الفتحات كلها واخليها محكمه، او انا كل يوم اخد زرار، اخد غرزه هنا واخد غرزه هنا واقطعها من المدرسه، مش هتكلفني دقائق، بس هتفيدني ان انا مش معقوله البنت تروح المدرسه واحط ايدي الاقي صدرها لحد نصه. لا في دلوقتي هايكولات للاطفال البنات والصبيان. في امهات لسه اول مره تخلف مش واخده بالها، بتصحى واخري ومكبره دماغها، لا انه لا شوفي الكم واسع ولا لا، شوفي من تحت، الحاجات دي كلها مفيده جدا. عايزين نتكلم برضو بس بعد استاذه سعاد. الو استاذه سعاد، اهلا بيكي. معلش استاذه سعاد، اهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحتي ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اكيد اتفضلي. والله انا عندي 58 سنه، ربنا يديك الصحه. وعندي فطريات في بقي بقالها دلوقتي 6 سنين، دختي بيها عند كل الدكاتره ما فيش فايده، كل ما اروح لدكتور يقول لي ده مرض اسمه الحزاز، فمش عارفه اعمل ايه. يبقى لازم تتعودي ترفعي مناعتك، سهله جدا برضو، هتتابعينا وهتفتحي المبادره المصريه لرفع المناعه، سهله ان شاء الله، حاجات سهله جدا، تطبيق سهله جدا، كلها اعتقد اغذيه طبيعيه. اغذيه طبيعيه وحاجات سلوكيات هتعمليها وانماط حياتيه هتعمليها ان شاء الله تتحل. دكتور دلوقتي الاطفال ما بيتقبلوش سندوتشات الجبن، خلاص دي انتهت، دلوقتي الناجتس، البانيه، البطاطس المحمره. ما احنا قلنا القدوه. القدوه انت هتعلميهم وهتعملي قدامهم كده، وهتعرفيهم انا باكل البرتقانه دي عشان فيها فيتامين سي، وباكل الجبنه عشان ابقى سوبر مان، وبشرب اللبن عشان اعمل كذا. فالطفل يقول لك اديني لبن يا ماما عشان ابقى سوبر مان. عايز تبقى سوبر مان تاخد 3 حصص الباني ابني في اليوم. مين عايز؟ وهكذا بتعلميهم الحاجه وتقول هتاكل الجزره عشان نظرك، يعني الجزر عشان وهكذا. اعملي حدوته واعملي اغنيه لكل حاجه. هتاكل الطماطمايه عشان يبقى وشك احمر زي الطماطمايه، هتاكل الفراولايه عشان ده اللي عندهم 4 سنين. لكن بشكل عام الصغير هيقلدك، هو الصغير يبقى عنده 6 شهور وبيقلد امه في الاكل، عايز كل يقول لك لحسيه كل يبقى احنا لو احنا علمنا اولادنا الحاجات دي، لكن مش معقوله انا هصحى الصبح ومش هاكل واقول لهم كلوا، ما انا عايزين نعمل زي بابا. صح. يبقى لازم انا قدوه هاكل، حتى لو انا لازم احنا نعمل نيو لوك، لازم نعمل ثوره كل يوم على نفسي انا، الثوره مش بس على نظام، الثوره على نظامي انا الداخلي. انا كنت غلطان السنه اللي فاتت، لازم السنه دي ابقى افضل. انا امبارح عايز النهارده يبقى احسن من امبارح واحسن من وهكذا. لازم كل يوم اتغير ويبقى انا صحتي افضل. يبقى انا دلوقتي قبل كده ما كنتش باكل مثلا الكرفس، اخد كرفس النهارده. قبل كده كنت باكل مثلا حاجه اقول لك لا انا خايف من البيض، اصل الدكاتره قالوا لي هيضر قلبك، طلع الكلام ده غير حقيقي، يبقى اكل بيض كل يوم. في موروثات يا دكتور شعبيه كتير جدا عند يا ريت بقى اتكلمنا فيها. انا البيض مع البرد والسمك مع البرد والشراب بالليل، الحاجات العجيبه دي ارجوك كلمنا عنها في الشتاء. مش هناكل البيض احسن يجيني قلب، هتاكل بيض الاطفال الصغيرين ياكلوه بسمنه بلدي والكبار ياكلوه مسلوق، وكل بيضه كل يوم حتى لو عندك قلب وما تخافش، والكلام ده غير حقيقي بالمره. خلاص. نمره 2 والكوليسترول في البيض هم القلب والمخ. نمره 3 انا عايز ابقى ذكي، عايز الاجيال الجديده تبقى اذكى مني، عايز ابني يبقى احسن مني واحسن من جده، يبقى ازاي اخليه ذكي؟ اديله البيض هيديله كولين، الكولين مش عارف الناس كولين، الكولين يخلي عندي ذاكره افضل، ما انساش اروح الامتحان افتكر كل حاجه، يبقى عندي ذكاء وما يجينيش الزهايمر. هجيبه منين؟ اجيبه من البيض، سهل. مسلوق مقلي ايا كان الصغيرين مقلي والكبار مسلوق، يبقى لازم بيضه لكل مواطن في هذا الوطن فعلا يوميا، لازم. مفيش حاجه، لا مش هتروح المدرسه، مش هتروح الجامعه الا لما تاخد البيضه دي، المحاضره مش هتستوعبيها. حتى الجامعه مش هتاكل البيض، مش هتنزلك، مفيش محاضره النهارده. المحاضره هتاخدها ازاي وانت اصلا ما عندكش كولين في مخك؟ صح. خد الكولين، بعرفه الحاجه، انا بديله الحاجه ليه؟ بعد كده كمان برضو يقول لك انا اقول له اروح بالليل مثلا، انا دايما احب اشقر على اولادي بالليل، البنت والولد فادخل على الاقيهم مكشوفين، يبقى لازم انا اغطيهم بالليل. مهم قوي انه يقول لك ايه، بعض الناس يقول لك هنغطيهم بس رجله مكشوف، اشمعنى؟ يقول لك اصل احنا غطيناها، اصل احنا لو لبسناها الشراب هيسحب النظر. مين اللي قال الكلام ده؟ ليه؟ ايه العلاقه؟ ايه اللي هيسحب النظر عن طريق الشراب؟ وش معنى؟ يقول لك لا طب خلاص نلبس شراب بس يكون جديد. الشراب القديم لا، ما فيش الكلام ده خالص. بل على العكس، شراب نظيف قوي لابسه يعني. بل على العكس، البرد يبدا من القدمين. ازاي؟ واحنا مش كان في زمان يقول لك اما تسخني الحاجه الحديد تتمدد بالحراره وانت كامش بالبروده. بالبروده زي عادل امام مثلا. طيب انا دلوقتي مش انا انسان، انا مش ممكن